شو علاج الكحة بعد الإصابة بالإنفلونزا؟ نحن الحين في فصل الشتاء عالميا، موسم إنفلونزا. زين، الإصابة بالإنفلونزا تسوي عندك حمى زكام كحة، وقد تطول هاي الكحة، يعني تروح الإنفلونزا. ووايد ناس تقول لك والله الكحة طولت، صار عندي برونكايتس، روح الطبيب خذ مضاد حيوي أو أنتيبايوتيك. هاي فئة قليلة، أغلب الناس عندها شيء اسمه حساسية ما بعد الإصابة بالإنفلونزا، ممكن يكون إنفلونزا أو كورونا أو نزلة برد أو غيرها. بعدها جهازك المناعي يحاول يقاوم هذا الفيروس أو هاي البكتيريا، فيحاول يقاوم، فتصير عندك حساسية. هالحساسية تنشأ على شكل كحة تزيد عليك في الليل، أطفال وكبار. زين، شو الحل؟ الحل مو بانك تاخذ انتيبايوتيك او مضاد حيوي، الحل انك تستخدم ادويه تخفض الحساسيه. هل ادويه الحساسيه نفسها تفيد؟ مو بوايد، لكن اللي يفيد اكثر هي البخاخات او الانهيلرز، اللي هي تستخدم لمرضى الربو. يعني كان انت عندك ربو مؤقت، او ما يسمى كاف فاريانت ازمه، يعني كحه تشبه كحه الربو، فتستخدم بخاخات اللي نستخدمها مع مرضى الربو مؤقتا لمده اسبوعين ثلاثه، وتروح ان شاء الله بشكل كامل. طبعا الاشياء الشعبيه زينه، اذا بتاخذ عسل، زنجبيل، كركم، هالاشياء وايد تفيد، ويختلف على طبع الشخص. يعني ممكن ناس تاخذ اسبوع 3 ايام، في ناس اسبوعين، في ناس شهر، لكن 100% انك ما تحتاج انتي بايوتيك الا مع استشارة الطبيب.